السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا طبعا متابعين الهبوط اللي حصل النهاردة في الاي جي اكس 30. لكن انا عند رأيي ان هو بيعمل حاليا معانا مثلث. الاي جي اكس 30 بيعمل معانا مثلث، والمثلث ده في موجات اليوت هو بيبقى موجة 4، وبيجي بعد كده وراه صعود تاني في موجة 5. هو مش شرط يعني كمان يجيلك كده ويخبط لك عند الحد العلوي، لا، يعني مش لازم اصلا. هو ده برضو مثلث، ومش لازم برضو يخبط لك في الحد السفلي. فهو كده او كده هو مثلث. تمام. مثلث في موجة 4، لان هي في موجات اليود. المثلث ده ما بيجيش الا في موجة 4، او في بي، او في موجات اللي هي الربط اللي هي اكس او اكس اكس. وهنا طبعا مفيش، دي مش بي، يعني استحالة دي تكون بي، عشان مفيش ايه. وفين الايه؟ مفيش ايه. فدي ان شاء الله موجة 4. تمام. موجة 4، وهيبقى ان شاء الله بعدها صعود تاني في موجة 5، وان شاء الله تبقى معانا موجة ممتدة، موجة كويسة، بحيث ان شاء الله تعوض كل الخسائر دي اللي الناس عملتها، والاسهم اللي هي طبعا مظلومة مصعدتش اصلا. ان في اسهم كتير يعني مع الهبوط ده تلاقي اسهم كتير بتهبط وهي اصلا ما صعدتش. فان شاء الله هيبقى في لسه صعود تاني في موجة 5، تعمل لنا الشكل ده وتخترق المثلث الاعلى، ويبقى ان شاء الله ليها هدف كويس. تمام. وحاليا يعني ده على فريم الساعة. حاليا برضو احنا بنتوقع ان لسه التصحيح لسه مخلصش. يعني لسه برضو التصحيح دايما مش بيكون من مرة واحدة. يعني خلينا دايما متفاهمين، اي هبوط زي كده اي هبوط زي كده بيحصل معانا لازم ممكن يبقى فيه ارتدادة، مثلا لحد هنا لحد هنا، مثلا لحد هنا، وبعد كده ينزل مرة تانية. فدي التصحيح، يعني مفيش تصحيح بيتم على خطوة واحدة او على مرة واحدة. تمام. وده بيبقى المثلث كل موجاته كده 3 3 3. يعني لو هنا هتلاحظ مفيش اي خمسات، كله 3. هنا 3 بس مركبة، هنا 3، من هنا لهنا 3، من هنا لهنا 3 برضو، ومن هنا لهنا 3. مفيش فيها خمسات، كله 3 3 3. فده ان شاء الله اي جي اكس 30، وان شاء الله لسه عنده صعود تاني بإذن الله.